صباح الخير. صباح النور. حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. حلو قوي. ايه رايك في اداء الاهلي الماتش اللي فات؟ والله اداء كان جميل وزي الفل، والفرقه دايما مفرحانا كده ودايما مخليانا فوق. طيب بغض يعني انا عايز برضه اسالك سؤال مهم شويه. هل اداء الفرقه اتاثر باللي حصل من جماهير الجيش الملكي؟ اكيد طبعا. اكيد تشوشات حواليهم وازايز وعمالين، ما ينفعش الكلام ده يعني. المفروض تبقى الرياضه احسن من كده بس الحمد لله يعني طلعنا بنقطه زي الفل يعني. ان شاء الله نعوض هنا كمان. يعني تقدر تقول المكسب ده بطعم يعني او التعادل ده بطعم المكسب. التعادل ده بطعم الفوز طبعا. طبعا. في حين اللي كان الاجواء اللي كانت موجوده والصخب اللي كان موجود من الجماهير. اكيد طبعا. في الجماهير ده كميه ازايز في الملعب كانت مهوله. اللعيبه مش عارفه تمشي اساسا على النجيله وعلى فلا الحمد لله على النقطه يعني. طيب ممكن حضرتك توضح لي ايه مثلا المراكز اللي الاهلي محتاجها حاليا؟ والله احنا محتاجين مهاجم ده اساسي ومحتاجين باك شمال. يعني دول اهم مركزين. بالنسبه حاليا يعني انتقالات يناير. الدفاع بدا يظبط حاله وبدا يعني المدرب الجديد ما شاء الله يعني ظبط الدنيا ورا خلاص، مفيش اي مشاكل.